السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض تحلية كده سهلة وسريعة وكمان مش مكلفة خالص خالص. عايزة اقول لكم كده ابسط حاجة ممكن تعمليها في جو البرد والشتاء وكمان هتدفي اولادك ومغذية وعلى قد الايد، هي البليلة. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. وما تنسونيش بقى في اللايك واشتراك في القناة وتابعوا الفيديو للنهاية. بصوا دي غلة كده من عند العطار، تمام. ودي معلقة رز غسلتهم، طبعا بنقيهم كويس الاول وبعدين بغسلهم وهنقعهم كده في مية تكون مغطياهم بكتير. يعني انا مالية الحلة يعتبر مية علشان هنقعهم كده ساعتين وبعدين اسوي الغلة بتاعتنا في نفس الحلة، تمام. مش هصفيها خالص من المية دي، انا هسويها فيها، تمام. بعد كده هنرفعها بقى بعد ساعتين على النار. اول ما تغلي زي ما انتم شايفين كده هنهدي النار ونخلي النار بتاعتنا شمعة، ونغطي بقى الحلة ونسيبها كده تستوي تقريبا نص ساعة. يعني هي مش هتاخد اكتر من نص ساعة تقريبا. بعد كده يا بنات بنبص عليها، بنديها كده تقليبة، بنلاقيها فشرت واستوت وتمام زي ما انتم شايفين اهو. تقريبا بعد نص ساعة فشرت واستوت. على فكرة الغلة اللي هي من عند العطار بتقولي له كده انا عايزة غلة للبليلة، بتستوي بسرعة، ما بتاخدش وقت خالص. يعني دوبك كده تنقعيها ساعة او اتنين، تحطيها بعد كده على النار نص ساعة بالظبط تلاقيها مستوية وزبدة كده معاكي، تمام. معلقة الرز بقى اللي احنا حطيناها فايدتها ان هي هتقل معانا قوام البليلة، ومش هنحتاج ان احنا نضيف نشا ولا اي حاجة تانية، تمام. شايفين بقى قوامها؟ بصوا بقى الربع كيلو بتاعنا ده هيدينا كمية حلوة، تقريبا كده هيدينا 10 اطباق زي اللي انتوا هتشوفوهم دول. فانتي لو عايزة تقدمي مثلا جزء منها، هتشيلي كده بعد ما هي اتسلقت كده خلاص في المية بتاعتها، قبل ما نحط اللبن هنشيل منها جزء في التلاجة، وبعد كده هنزود بقى الباقي لبن، تمام. يعني الجزء بس اللي احنا هنقدمه في الاطباق نزوده لبن، ولو احنا عايزين نعمل كل الكمية يبقى نحط عليها كلها اللبن بتاعنا، تمام. ده نص كيلو تقريبا من اللبن. لو عايزه تحطي اكتر مفيش مشكله. انا هنا حاطه اللبن يسخن وشلت كده جزء من البليله بتاعتنا، وحطيت بقى كده سكر على اللبن ودوبته. والسكر طبعا على حسب رغبتك، تحطي معلقتين، تحطي 3، تحطي اكتر براحتك خالص، على حسب يعني انتي بتحبي السكر خفيف او ايه زياده. هنا هنحط السكر ونقلبه وندوبه كده مع اللبن، وبعد ما يسخن كويس هنرفعه على البليلة بتاعتنا ونخليهم كده ياخدوا مع بعض ايه غلوة كده واحدة، ونطفي عليها. البليلة كده خلاص استوت، وزي ما قلتلك مغذية جدا. لو عندك بقى اطفال صغيرين بس يكونوا يعني عندهم سنة ونص كده ولا حاجة، تأكليهم منها حلوة جدا، تمام. شايفين بقى هي كده خلاص بقت جاهزة معانا. هنحط اللبن على البليلة بتاعتنا ونديهم غلوة واحدة وعلى الاطباق بتاعتنا. بصوا بقى هي في الاول كده بتبقى على النار، تحس ان هي ايه قوامها خفيف ومش متماسكة خالص. بس اول يعني ما بتحطيها في الاطباق وتسيبيها بس 5 دقايق، تحس ان هي بدأت ان هي ايه تتماسك شوية. بس طبعا عشان الجو ساقعة وشتا وكده، احنا عايزين ناكلها كده تدفي، يعني الاولاد بقى ايه يشربوها كده مع الايه البليلة بتاعتنا. طريقتها سهلة جدا، وكل ما تسيبيها لو انت عايزة قوامها يتقل، كل ما تسيبيها تبرد هتتقل معاكي، تمام. هنا بقى لو حابة ترشي رشة فانيليا وتقدميها كده في الأطباق، تزينيها بأي مكسرات المتوفر عندك استخدميه. لو ما عندكش مكسرات مفيش أي مشكلة، تمام. هي مغذية وبتدفي وطعمها تحفة من غير أي حاجة خالص. بصوا يا بنات، الربع كيلو الغلة لو انتي هتستخدميه كله مش هتقسميه زيي، يبقى هتحطي عليه كيلو اللبن، تمام.